الفيديو ديال اليوم عبارة عن مجموعة من الأعشاب اللي كتساعد لينا على نمو الشعر والتكثف ديالو، وكتحيد لنا مجموعة من المشاكل اللي كتعاني منها فروة الرأس. كتحتوي على مجموعة من الأعشاب اللي غادي تكتشفوها معايا، فكنتمنى أنكم تتابعوا معايا الفيديو من الأول إلى الأخير باش تكتشفوا هذه الوصفة وفرجة ممتعة. السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي. كنتمنى انكم تعاونونا بلايك سبسكرايب وتعاليق يكونوا محفزه. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف البنات للشعر، كتمنع علينا تساقط الشعر وكتغذي لنا حتى الفروه وكتطول لنا الشعر. وهاد الوصفه البنات راها زوينه للناس اللي كيعانيوا من الفراغات واللي كيعانيوا من تساقط الشعر. فهذه الوصفه كتكون لنا من 4 المكونات او 5 المكونات، اللي هي هنا كما كتشوفوا هنا ورق السدر، عندي هنايا ورق السدر، عندي الورد، عندي خزامه زرقاء، عندي هنايا شويه ديال الشيح. كما كتعرفوا الشيح المنافع ديالو الكثيره بزاف للجسم، وهو مزيان حتى للشعر، كيحيد لنا هذيك الناس اللي كيعانيو من القشره او اللي عندهم الحكه ديال فروه الراس. وهنا القرنفل، فانا بغيت نديرو هكا مطحون، ولكم الاختيار، اللي عنده القرنفل حبيبات يستعمل القرنفل حبيبات. فانا غناخذ هاد المقادير كامله وغنديرها في واحد القرعه ديال الزاج، وغندير عليها المطيب وغنخليه ليله كامله كما كتشوفوا هنايا. غنوضع هاد المقادير كامله في القرعه ديال الزاج. بغيتو تزيدوا حتى اليازير حتى هو ديروه. ونضيفوا عليهم المطيب كما قلت لكم، ونخليوه ليله كامله. اللي عنده قرعه اكبر من هذه يمكن ليه حتى هو ماشي مشكل، كيزيد غير الكميه ديال الماء، وكنبقاو محتفظين به هذا الخليط. كما شفتوا هنا بدا اللون ديالو كيتغير، يعني حنا فاش غنخليوه في ليله كامله غنوريكم الشكل ديالو كيفاش غيولي. من بعد ما خليتها ليله كامله البنات عطاتنا هذا اللون هذا، يعني كاع هذوك الاعشاب اللي درت كاملين تلقوا مع بعضياتهم. فلكم الاختيار، يا اما غادي ديروا هذا الخليط غتحاولوا ديروه في واحد البخاخ او في واحد القرعه ديال الزاج كما هذه كتستعملوها كبخاخ للشعر، يعني انا غنديرها من بعد. او انكم تخلطوا به الحنه او اي عشوب كتبغيو ديروا فيهم شعركم كتشقوا بهم. فانا غناخذ شويه ديال هذا الماء اللي كاين هنايا ديال الخليط، وغندير معاه الحنه وغنديرهم. فانا غناخذ القياس اللي غيكفيني لشعري كما شفتوا هنايا. درت الحنه وغنضيف معاها القليل من هذاك الخليط، فانا خديت الحنه وغنضيف معاها شويه ديال هذا الماء ديال الاعشاب اللي خلطت. فانا خديت القياس اللي غيكفيني صفيته، وغنحاول نرجع هاد الاعشاب، غنرجعهم للقرعه باش يطلقوا ليا مزيان البنات. فغنخلط هاد الحنه بحال هكا، واخا درت بزاف معليش، وغادا نشقق به الشعر ديالي وغنخليه شويه يطلق مع هاد الحنه. فهاد الوصفه البنات راها زوينه بزاف. هنا بان ليا قليل، غندير شويه الحنه باش يعقد الخليط
يعني والناس اللي كيخافوا من الحنه عندكم الاختيار، يمكن لكم ديروا معلقه ديال زيت الزيتون. فانا غندير واحد المقيطه ديال زيت الزيتون باش ها هي قيطه ديال زيت الزيتون، وغنخلط الخليط. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال اعجابكم. كما كنقول لكم فهي مفيده بزاف للشعر، وكنتمنى انكم تعاونونا بلي لايك بسبسكرايب وتعاليق محفزه باش القناه ان شاء الله تستمر وتزيد القدام. ومازال ان شاء الله غنشارك معكم مجموعه من الوصفات اللي انا مجرباها شخصيا، يعني ما غاداش نشارك معكم شي حاجه اللي ما كنديرهاش. فخليكم مع الفيديو القادم ان شاء الله، وما تنسوناش في التعليق وفي لايكات وفي تعاليق محفزه باش القناه ان شاء الله تستمر وتزيد القدام. والى فيديو قادم ان شاء الله.